بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حديث اليوم حديث ذو كلمات قليلة، وكالعادة المعاني كبيرة وتحتاج إلى وقت ووقت للكلام في هذه المعاني. فحديث اليوم يقول: من رضي بقضائي واستسلم لحكمي وصبر على بلائي أدخلته يوم القيامة مع الصديقين. نقوله تاني: من رضي بقضائي واستسلم لحكمي وصبر على بلائي أدخلته يوم القيامة مع الصديقين. لماذا لقب سيدنا أبو بكر بالصديق؟ سؤال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائم التصديق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق. بس سيدنا أبو بكر صدق إيه؟ لا، الموقف لما قالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى المقدس وعاد في جزء من الليل ونحن نضرب إليها شهرا ذهابا أكباد الإبل، شهرا ذهابا وشهرا إيابا. كان رد سيدنا أبو بكر إيه؟ إن كان قال فقد صدق. هو صدق إيه سيدنا أبو بكر؟ الغيب. خلي بالكم من الكلام ده برضه لأنه مهم، لازم يتقال كده. صدق الغيب. إن كان قال. تعال بقى نشوف إيه. من استسلم لقضائي ورضي بحكمي. هو إيه الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هو التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، التسليم المطلق. والإيمان في نص الحديث الإيمان. وما هو الإيمان يا رسول الله؟ لما جه سيدنا جبريل يعلم الصحابة وعارفين كلنا الحديث، قال: وما الإيمان؟ قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه. خلي بالك، كل اللي قالوا عنه الإيمان بنود الإيمان كلها غيب، كلها غيب. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، شره وخيره، حلوه ومره، كله غيب. أما الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن ده التسليم لأوامر الله. أما الرضا بحكم الله وقضاء الله وقدره ده الإيمان. والإيمان أعلى ولا الإسلام؟ طيب، إذا كان الإيمان غيب والإيمان بالغيبيات، العلماء يقولوا عليها كده الغيبيات، مطلق الغيبيات. الإيمان هو التصديق بمطلق الغيبيات. خلاص؟ تعالوا شوف بقى. وصبر على بلائي. كيف تستطيع أن تصل إلى درجة الصبر على البلاء دون الاعتراض ودون الشك ودون التملل؟ إزاي؟ لما نعرف الأول إنه البلاء يا إما اختبار يا إما عقاب. البلاء يا إما امتحان واختبار يا إما عقاب، عقوبة عجلت في الدنيا. يجي الابتلاء مصيبة علشان ربنا يخفف بيها قبل ما تطلع فوق تقابله، فربنا بيخفف عنك. فلما تعرف كده ما تزعلش. لما يجي الابتلاء بقى، مش البلاء،
لما يجي الابتلاء وتيجي المصيبة ما تزعلش، تعرف انه ايه كله خير. طيب الاول، هو انت عندك شك ان كل تصريف ربنا فيك يقع بين امرين اتنين ما لهمش تالت، اما فضل واما عدل؟ في حاجة تالتة؟ شيخ محمد هتجمع لي في حاجة تالتة؟ قضاء الله. انا عارف سرحت عشان كده رحت جايبك على طول. لا اهو قضاء الله واقع بين امرين اتنين ما لهمش تالت. نركز في النقطة دي، لو احنا بنركز قوي. امرين اتنين ما لهمش تالت. امر الله لا يمكن انه يخرج ابدا بره واحد من اتنين، اما ان يكون فضل واما ان يكون عدل، صح؟ ومن اعمالكم. طب هو ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم؟ معناها ايه؟ ربنا بيعاملنا بالفضل، لما ننكر هذا الفضل هيعاملنا بالايه؟ وما ربك بظلام. لا يمكن ابدا، هو مطلق العدل. لما تلاقي ان التصريفات مش عاجباك وتقول له انت ربنا بيعمل فيا كده ليه، تعرف انه منك مش منه. مؤشر اهو، مقياس على طول. لما تزعل من تصريف ربنا فيك، تعرف انه منك مش منه، وان الغلط عند مين؟ عندك. لا يمكن يكون الغلط عند ربنا ابدا، حاشا لله. فاما ان يكون انت بين الفضل واما ان تكون بين العدل. طيب عشان ما اطولش على حضراتكم، ازاي نصل الى الصبر؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. مين هم؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هنا القول باللسان ولا بالقلب؟ اللسان قصدك؟ مين يسبق مين؟ القلب. وكل إناء ينضح بما فيه. فإذا كان عقيدة حضرتك فاهم يعني إيه وأنت بتقول إنا لله، العلماء بيقولوا إيه؟ اللام هنا لام لله، لام لله. يعني اللام هنا إيه؟ لام إيه في اللغة العربية؟ تبقى لام إيه؟ توكيد. يقولوا عليها لام السيرورة. السيرورة من حال إلى حال. إنا لله يعني حالك لله. ولام الملكية، فأنت في ملك الله وفي ملكوت الله، كل بيد الله. صح ولا غلط؟ لما تفهم النقطة دي، اللام دي أصلا أنت صنعتك إيه ودنيتك كلها إيه لما تقول إنا لله. طيب وبعدين وإنا إليه راجعون. حد فيكم سافر بره قبل كده؟ اشتغل بره؟ كتير. تعالى رفعت ايدك اقول يا دكتور بقى، وانت راجع من امريكا عملت ايه لما البعثه انتهت؟ لما اول ما اقول لك خلاص ده انت البعثه فاضل عليها مثلا 3-4 شهور، بتبتدي تفكر تعمل ايه؟ تحول الرصيد بتاعك لحسابك هنا، بتصفي الحسابات بتاعتك خلاص. وبعدين ايه؟ العفش بقى والعربيه والشغلانه والثلاجه والبوتاجاز واللي انت تمام بتعمل بيهم ايه؟ اشحن على مصر. بتشحن خلاص، ولو معاك العيال وزوجتك بتشحنهم، وبعدين ايه؟ يلا روحوا بقى ايه؟ قدامكم 3-4 شهور على ما اجي. انت بتزعل ولا بتكون مبسوط؟ الاثنين. والله الكلام ده في منتهى الدقه ومفهوم، وانا حبيت قوي الاجابه دي. لو قلت لي حاجه واحده كنت هزعل. حابب الاثنين، زعلان على انه الدنيا كانت وانك راجع، وفي نفس الوقت راجع بلدك وفرحان انك راجع بلدك وفي وسط اهلك وناسك مش كده برضه؟ ايه رايك لو انت بتقول انا لله وانا اليه راجعون؟ هو احنا اصلنا فين يا ابو طارق اصلا؟ اصلنا ايه؟ النفس المطمئنه. يا ايتها النفس المطمئنه اذهبي، ولا ايه؟ ارجعي. يعني كانت فين وراحت فين وبعدين راجعه. الاصل بتاعنا العوده. الاصل بتاعنا كان فين اصلا؟ الجنه. الاصل بتاعنا ربنا خلقنا في الجنه وابليس خرجنا منها. فالنفس المطمئنه هترجع ولا هتروح؟ هترجع، لان اصلها الرجوع دايما للاصل، اما الذهاب هو الجديد على الاصل. ارجعي. ولذلك لفظ القران يقول ارجعي الى ربك. انت شبهت ايه بايه بقى؟ ايه اللي انت عملته فينا بقى دلوقتي ده؟ اقول لك انا
لو انت عايش في الدنيا وعارف انها الفترة اللي انت هتشحن بيها اموالك وهتشحن بيها، هتجهز القبر بيها. مش هم بيقول لك لما تكون انت شاري شقه جديده بتجيب بقى وبتعمل ديكورات ومش عارف ايه، حد فينا جهز القبر بتاعه وعمل له الديكورات بتاعته والتكييف؟ عشان انا والله العظيم بقول لهم اعملوا معروف لما تدفنوني ابقوا غطوا رجليا شويه عشان انا بس اعمل رجلي. حاجه تضحك صح؟ انت متخيل يعني ايه لما تدخل قبرك هتبقى شكلك ايه وبتعمل ايه ومحتاج ايه؟ حاسسها دي؟ حاسسها؟ يعني بدات تحسها بقى في يعني ايه؟ يعني ايه ابتدى اجهز؟ يعني ايه ان انا راجع الفتره بتاعتك حياتك دي مهما طالت هي ايه؟ قصيره. مهما طالت انت محتاج تجهز دنيتك ولا تجهز لاخرتك. لما تفهم انا لله وانا اليه راجعون تبتدي تتعايش مع الدنيا ولا تتعايش مع الاخره؟ تتجهز لدنيتك وعايش مبرطع فيها قوي، ولا ما مطرح ما ترسدوا ايه يا عم؟ اصل هي ليس لك منها، سيدنا النبي بيقول ليس لك منها الا ما اكلت فافنيت، ولبست فابليت، وتصدقت فابقيت. شوف سيدنا النبي الجامع اللي يتكلم صلى الله عليه وسلم، مجامع الكلم، شوف جمع الدنيا كلها في قد ايه؟ مالي ومال الدنيا. هو سيدنا النبي بيقول كده مالي ومال الدنيا، انما انا والدنيا كراجل كمسافر او راكب استظل تعب فاستظل بظل شجره فلما ارتاح تركها ورحل. هي كده. مدتك قد ايه في الدنيا؟ مهما عشت هتعمل ايه في الدنيا يا ابن؟ مش عارف انت بتكلم مين؟ ما انتش عارف انا ابن مين؟ ابن مين ولا ابن ايه ولا انتوا ايه ولا احنا ايه؟ كلنا على بعضنا ايه اصلا؟ فاحنا فاهمين يعني ايه انا لله وانا اليه راجعون. عشان كده ربنا قال لك ايه عقبها على طول؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اللهم اهدنا يا رب العالمين وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.